السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة رحت لجدتي وأنا متضايقة قوي عشان مامة صاحبتي تعبانة، فرحت أقول لجدتي أعمل إيه، ممكن نقدر نساعدها ولا لأ. فرحت لها: جدتي أيوة يا حبيبتي، أنا مامة صاحبتي تعبانة، عندها إيه، حاسة بإيه؟ أصل هي لسه والدة نونو صغير وبعدين سخنت. لأ بقى تعالي أقولك يعني إيه سخنت وهي والدة. سخنت وهي لسه والدة يا حبيبتي وما عداش عليها 6 أسابيع، يبقى معناها حمى نفاس. طب حمى النفاس دي بتيجي من ايه؟ بتيجي من ان حصل لها اي تلوث او اي ميكروب دخل جسمها. التلوث ده ممكن يكون جه نتيجه الولاده واستعمال الالات المش نظيفه اثناء الولاده، ده لا قدر الله طبعا، يعني غالبا طبعا الناس كل حاجتها نظيفه سواء كان دكتور او مستشفى او وحده ايا كان. فلو كان الحاجه مش نظيفه فممكن يحصل لها حمى نفاس، او هي جالها برد او خدت برد او جالها اللوز مثلا او انفلونزا او بردت او بردت نفسها وما دفتش نفسها كويس. كل ده ممكن يعمل حمى نفاس. حمى نفاس بتسخن في اول 6 أسابيع من الولاده، اللي هي الناس بتخليها 40 يوم، لكن هي بالظبط 6 أسابيع بتسخن، بتترعش، تحس انها بردانه، يغطوها بكذا حاجه، وفين عقبال ما بعد شويه تدفى وتسخن وتبقى عايزه تشيل الغطا وحابه تحط الغطا وهكذا. طبعا دي لازم تروح للدكتور وان شاء الله هيكتب لها مضاد حيوي تاخده بانتظام مع الغذاء ومع النظافه الشخصيه الكويسه جدا. يعني لازم الحفاظ بتاعها يتغير كل شويه، لان طبعا فتره النفاس بينزل عليها دم. طبعا مش كل الناس، في ناس بينزل عليها دم لمده ال6 أسابيع، وفي ناس بينزل عليها اسبوعين وخلاص، في ناس بينزل في نهايه ال6 أسابيع، في ناس بينزل كل يوم. ايا كانت النتيجه المفروض الحفاظ بيتغير كل فتره بسيطه، يعني في اليوم بتغير 3-4 حفاضات على حسب كميه الدم اللي نازله منها. وطبعا بتهتم انها تهتم بنظافتها الشخصيه وانها تاخد حمام كل يوم، ده ما ان كانش كمان صبح وبالليل، عشان طبعا السخونيه دي برضو تساعد على نزولها. وبالتالي ان شاء الله هتكون كويسه، وان شاء الله ربنا يشفيها، وان شاء الله نروح نزورها ونطمن عليها. وما تقلقيش خالص يا حبيبي. مع السلامه.